محافظة الفيوم بطولة شمال الصعيد لألعاب القوى التي ينظمها الاتحاد المصري لألعاب القوى باستاد الفيوم الرياضي، وقد شاركت فيها محافظات الفيوم، بني سويف، المنيا ونادي الزمالك، وأيضا مدارس التربية الرياضية بالفيوم. الحمد لله احنا عملنا النهارده، نظمنا ماراثون في الدراجات وماراثون في العاب القوى، ماراثون جري على هامش البطوله اللي معموله تحت رعايه اتحاد العاب القوى. استغلنا فرصه وعملنا مهرجان تنشيطي تحت رعايه السيد الدكتور المحافظ راعي الرياضه والرياضيين في محافظه الفيوم الدكتور احمد الانصاري، وبدعم من مديريه الشباب والرياضه الدكتور عاصم. شاركنا فيها اكثر من 20 بطل في الدراجات، ومعظمهم من لاعيبه منتخب مصر وممثلين، على هامش ان في بطوله الجمهوريه للدراجات هتتقام في مدينه الفيوم الجديد 9/6. فاستغلنا هذا الحدث وشاركنا مجموعه كبيره منهم، وكانوا تمثيل مشرف بحيث نحس الناس على الرياضه، وعملناها بره من مسافه 2 كيلو علشان نحس كل شعب الفيوم على ممارسه الرياضه. واستغلنا الحدث الرياضي مع وزاره التربيه والتعليم وبالتنظيم مع الاتحاد المصري لالعاب القوى. طبعا استاذ مجدي عبد البديع يعني عضو مجلس اداره عندنا في الاتحاد، هو من الاعضاء الاساسيين وهو نشيط جدا. فطبعا لما بينظم حاجه في محافظه الفيوم لازم احضرها، وكل سنه بحضرها والله. فدي حاجه عظيمه، والمره دي بقى طورها شويه لما تبقى الفيوم بس، هخليها على مستوى شمال الصعيد. بطوله العالم في المجر، واحنا عندنا حوالي 8 لاعبين بنجهزهم بطوله العالم، وان شاء الله يعملوا حاجه مبشره، وده هتبقى بدايه. يعني لو عملوا حاجه كويسه تبقى مبشره للاولمبياد ان شاء الله. تم تقديم عروض رياضية من جميع الأوزان بحضور لجان التحكيم من الاتحاد المصري لألعاب القوى وبمشاركة أبطال العالم في اللعبة.